الانتدابات ديال التعاقدات ديال فريق الرجاء الرياضي. فهاد التحرك اللي كاين دابا وهاد الضغط اللي كاين وهاد الكثرة ديال الاخبار وشكون غيجي شكون غيمشي شكون كذا، فكنظن بان تدبير الملف في اخر الساعات كنظن بانه كيبين بان كاين ارتباك داخل فريق الرجاء الرياضي، وكيبين بان يعني بعض المراكز اللي ما كانش واقيلا كاع المكتب المسير كيفكر انه يدير فيها تعاقدات عاد كيقلب على لاعبين، لان لا قدر الله كون ما خداش بولكسود الحمراء ما كنظنش واش كان غيفكروا بان يديروا دوبلور ديال الخماس ولا دوبلور ديال بولكسوت، لان بعد بطبيعه الحال كان لاعب في المستوى مي دابا بعيد كل بعد باش انه يكون في المنظومه ديال فريق الرجاء الرياضي وفي المستوى ديال انه يعوض، لان الاظهره اللي كانوا عند الرجاء لا بالعمري لا بولكسوت هما من يعني نقاط القوه اللي عند فريق الرجاء الرياضي، وبالتالي ها هو بولكسوت خرج بحمراء، دخلنا بعدي ها بعدي دخل، شتو المستوى كيفاش دير، قدر الله بعدي توعات او لا قدر الله الخماس توعات او لا خدا حمراء ولا شي حاجه، شكون غيلعب؟ حتى في تدبير الملف ديال التعاقدات ما كايناش الاولويه هي لهاد الاطراف ماشي لوسط الميدان، لان وسط الميدان كاينين اللاعبين مستواهم جيد ماشي جيد فهذا، المهم كاينين اللاعبين المستوى يظهر به فريق الرجاء الرياضي في خط الوسط ماشي خايب. في الاطراف عطى الله السميات بالعمري سميتو شرارة ولد الشيخ معموري النفاتي، 6 لعابه ساخو الضحاك، عطى الله اللعاب، ولكن في هاد الاطراف ما كاينش. دوك الاولويه لما خصها تكون، وماشي دابا ماشي تياخذ بوكسود الحمراء عاد نقولوا خصنا نديرو، لا راه شهرين هادي والناس كتخدم على الانديه ديالها، الناس راه بداو كيلعبوا وحنا لعبنا، راه لعبوا الماتش الاول عاد بدا التفكير ما كيجيش مع شنو وقع في الماتش، التفكير خصو يكون قبل شنو المراكز الخصاص اللي عندنا وشنو خصنا نديرو فيها، ماشي حيت مشى بالعمري جبنا الخماس صافي راه ولا قدرنا هاد اللاعب تبليس شكون غيكون بلاصتو؟ ولد الشيخ، وانا غنرجع لهاد ولد الشيخ غنرجعو ليه. فانا كندور طريقه تدبير الملف بطبيعه الحال ما كنكروش بان المكتب كيدير المجهود وباغي انه هذا، ولكن راه الطريقه بعيده كل بعد باش انها تكون طريقه كتبين ان كان واحد التصور واضح من البدايه اش خصنا نديرو عاد لعبنا الماتش خدا بولكسود الحمراء عاد بدنا كنهضروا على اريا دروا اريا دوز والخصاص، وبعد ديرا ما يقدرش يعني يلعب في بلاصه هاد الجوج هادو. فحتى لدابا حتى الميليو ديال الرجاء بهذاك اللي كان بلا ما يجي هاد اللاعب اللي جا اليوم، ولا الا كان غيجي لاعب اخر اللي كان كيهضروا عليه مثلا مريد اللي كان غيجي بريتي ولا هذا، راه كاين 5 ولا 6 ديال اللعابه في دوك المراكز. يعني الاولويه لمن خص اللي يكون دابا يكون سينا في الرجاء هو ظهير ايسر وظهير ايمن، هما اللي خصهم يكونوا وماشي دابا، لان الخدمه كتبدا مان كيبدا الميركاتو نحطوا عينينا وكنشوفوا كذا ماشي دابا، لان دابا هاد الساعات الاخيره هاد الضغط غيخليك يا اما دير صفقات فاشله يا اما غيطلعوا لك عباد الله بغا تجيب شي لعاب يطلعوا لك للسوق، يطلع لك السوق باش انه يستافد من الصفقه، وما يمكنش حتى اليوم ولا حتى لهذا الاسبوع عاد نقولوا لولد الشيخ سير قلب على فرقه، نعيطوا لاجون ديالو ونقولوا ليه قلب على فرقه، تبقى 4 ايام ولا 5 ايام تا يعني مسيلين ليه ب 450 باش يجي لعب 8 الماتشات ونقولوا ليه سير قلب على فرقه. ماشي هكا كتدبر الملف ديال الانتدابات والتعاقدات داخل فريق الرجاء الرياضي. كاينه مرحله جديده، ولكن التدبير ديال الملفات ديال التعاقدات فيه مشاكل كنظن اللي خصها يتعاد فيها النظر، وهذا الشيء كامل علاش؟ لان المدير الرياضي لا علاقه له بهذاك المنصب، شكون واضحين لا علاقه ليه، بالتالي اللي كيدير التعاقدات هما اعضاء المكتب المسير، السيد محطوط تما كالامانه كيتخلص كيتصور مع اللعابه وكيدور في التيران زيرو اضافه باش نكونوا واضحين. هادشي كيوقع ديال الاخطاء، غير هاد الاخطاء ما خصهاش تتكرر، لان بحال هاد الاخطاء هادي كتجني على فريق الرجاء الرياضي في حوايج اخرين،
ها هو جنات عليه في الصفقات. ها ولد الشيخ دابا كتقولوا لي سير قلب على فرقه يمشي ديفينيتيف. اشنو استفدت الرجاء من هاد الصفقه هادي؟ استفدت حتى شي حاجه. والسيد راه مسينين مبالغ ماليه كبيره، يعني الا ما بغاش يمشي غادي يبقى مريح تما. وانا راه تلقيت مكالمه من واحد الشخص اللي هو مقرب منه من هولندا، عطيني بزاف المعطيات اللي ما نتكلمش عليها دابا، لانه هو ائتمني على هاد الاشياء. مي راه الراجل ما استفادش من هاد الصفقه، بالعكس تخرج طرف خاسر من هاد الصفقه. والسيد اللي تكلم معايا قال لي كيفاش كيقولوا لنا قلبوا على فرقه، يقلبوا عليها هما، وعنده الصح. راه اللعب ديال الرجاء بمعنى الطريقه ديال التدبير فيها بزاف ديال هذا فيها مشاكل. وانا كنظن بان المكتب المسير كان عنده متسع من الوقت باش يخدم هاد الملف هذا على حقه وطريقه. مي ما خدموش. المعموري ما غاديش يمشي فلان. ترينا مع الفرقه شويه، لعبوا المدرب ارير غوش شويه، لا سير قلب على فرقه. تتوعت بالكسوت عاد ارا نشوفوا راه خصنا دوبلورات في هذا. شنو كان كيديروا الناس في هاد الشهرين؟ شنو التصور ديال المدرب اللي تيدخل ند واحد يقول لك راه مازال خصنا كذا؟ زعما واش هادشي ما كنتوش كتهضروا عليه؟ ما كنتوش باين بانكم كنتو كديروا اجتماعات. ما نقولش ما كنتوش كديروا اجتماعات، كاين تواصل، عندكم جروب كتهضروا مع بعضياتكم. وبالتالي كيفاش الرجاء تدبر الملف ديالها بهذه الطريقه هذه؟ كيبان واحد الارتجاليه في التدبير ديال الملف، وهذا ماشي معقول. لان ماشي في مصلحه الرجاء انها عاوتاني تضيع موسم اخر ولا تضيع غير ميركاتو اخر ما غتستافد منه حتى شي حاجه. ما نكروش بان هادو اللي جاو بعدا عطاو اشارات اللي هي ايجابيه، ولكن في مراكز اخرى كاين الخصاص. وعاد المدرب حتى هو خصو يدير العمل ديالو كما ينبغي كمدرب. خصو يعرف بانه هو المسؤول الاول على النتائج، ماشي المكتب المسير. يعني الا توفرات لك الظروف ولا عندك لاعبين خصك تخرج منهم افضل داكشي اللي عنده باش تعطي فريق في المستوى ديال الرجاء. ماشي غادي يبقاو اللي قال لي شي حاجه يمشي يديرها. انا كنظن بان بزاف الحوايج الا بغات الرجاء تزيد القدام. انا كنتكلم على مصلحه الرجاء وعلى الرجاء، ما كنتكلمش على الاشخاص ولا اش كيديروا الاشخاص ولا اش باغيين يديروا الاشخاص، لان كل كيلغي بلغاه في المنظومه ديال الرجاء. مي الطريقه باش كيدبر الملف حاليا كيبان بان الناس ما كانوش مستعدين بشكل جيد باش انهم يكون التوجه واضح في المراكز. اش خصنا نديرو اللاعبين، اش خصو يدار. حتى في نيغوسياسيون كاينه بزاف ديال المشاكل اللي وقعت مع مجموعه من اللاعبين. انا عارف شنو وقع مع بعض اللاعبين والطريقه كيفاش دار وكيفاش تحبسات كاع المفاوضات ورجعات من بعد في مجموعه ديال اللاعبين، منهم اللي سينا في الاخر ومنهم اللي ما سيناش. وهذا كيبين بان حتى في التدبير ديال الملف ولا في المفاوضات كاين شويه ديال بعض المشاكل. شي هذاك الليغو اللي عند بعض الناس خصو يحيد. هذاك الليغو عند شي وحدين، وزعما راه الرجاء والتاريخ وكذا، ولكن الرجاء بالعمل، الرجاء بالنتائج، الرجاء بشنو عطيتي، شنو غتجيب، شنو غادي دير، شنو لا فالور اجوتي اللي غتعطي الرجاء كمسير. تحيه للجميع.